عزيزي المشاهد، كل سنة وانت طيب. ريحة الشوي مالية البيت، والهدوم كلها ريحتها فحم، والتلاجة اللي كانت مليانة أكياس لحمة زمان النهاردة مليانة بعلب بلاستيك فاضية وأزاز مية، وبقينا بنستقبل كيس اللحمة اللي جاي من بره وكأنه جايزة أوسكار، وحتى طبق الكحك اليتيم اللي متبقي من العيد الصغير بيبصلنا باحتقار، واحنا بنعافر عشان نعمل صينية فتة بالثوم تلم العيلة بأقل الإمكانيات المتوفرة. العيد الكبير زمان كان أكشن، الأدرينالين فيه للسما من بعد صلاة الفجر. الجزار اللي كان بيتأخر نجري وراه في الشارع، واليوم اللي من كتر حلاوته مش عايزه يخلص. بس هو احنا ايه اللي حصل لنا دلوقتي؟ العيد خلص وانت نايم في السرير بتصارع غيبوبة الفتة، وبتبعت خروف لابس نظارة شمس وبيرقص ل 300 واحد عندك اكنك يعني بتعيد عليهم، وشايل هم هترد على بقية الرسائل البلاستيك دي ازاي. افتح المحضر يا ابني، عشان النهارده هنحقق في قضية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد. قضية الجيل اللي بيسأل نفسه كل مناسبة احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ومين اللي سرق العيد وطفى النور؟ دايما الكبار بيتهمونا ان احنا كارهين لاهلنا وما بنحبش صلة الرحم وما بنحبش التجمعات العائلية، بس الحقيقة ان اللمة فقدت براءتها. زمان التجمع العائلي كان ونس، ضحك صافي، مسلسل شغال في الخلفية. النهارده صالون العيلة اتحول للجنة HR لتقييم الأداء والمحاسبة. تخيل معايا شاب عنده 29 سنة مفروم في ساقية الشغل وبيحاول يجيب مصاريفه عشان تقضيه بالعافية. أول ما يدخل من باب البيت وقبل ما يلحق ياكل أول معلقة بيتفرض عليه أسئلة انت عمرك ما تتخيلها. هتتجوز امتى؟ هتشرب امتى؟ هتنام امتى؟ هتخطبها امتى؟ هتنزل الشغل امتى؟ هتنام ولا لا؟ نازل الشغل ولا لا؟ رايح القهوه ولا لا؟ مش هنفرح بيك بقى؟ ده ابن خالتك جاب عربيه وانت لسه بتركب المترو. انت تخنتي كده ليه؟ مش هتخس شويه؟ ايه مفيش عريس كده ولا كده قبل ما القطر يفوتك؟ كبار العيله بيسالوا بدافع الحب، لكن هم فعليا مفصولين عن الواقع الكوميدي اللي احنا بنعيش فيه. سؤال مش هنفرح بيك ده بيسقط من حساباته ان الشاب ده لو قرر بس يتجوز محتاج قرض من البنك الدولي. النتيجة ايه بقى؟ ان العيد بدل ما هو اجازة بتفصل فيها من ضغط الشغل بقى مسرح بتتحاكم فيه علنا على حاجات انت مش قادر تصلحها. عشان كده الهروب من التجمعات دي ما بقاش قلة اصل، ده هروب تكتيكي. ليه بقى؟ حفاظا على ما تبقى من اي حاجة. المتهم التاني معانا النهاردة هو العامل الاقتصادي، العيدية. زمان العيدية دي كانت مصدر السعادة المطلقة، كنت بتاخد ال5 جنيه أو ال10 جنيه وتحس ساعتها إنك بقيت بيل جيتس، تجيب بيهم مسدس خرز وصواريخ وتأجر بيهم عجل وترابيزات بلياردو وبنك. دلوقتي أنت كبرت ومطلوب منك يا عمو إنك تدفع. المشكلة ما بقتش في الدفع، المشكلة في التضخم ووعي الجيل الجديد. انت بتطلع ال50 جنيه تديها لابن اختك بيبصلك من فوق لتحت كده ويحسسك انك شحات. العيال متابعه سعر الصرف كويس وما بقتش تقبل بورق الفكه بتاع زمان. شاب من دول النهارده بيبقى رايح التجمع العائلي وهو حاسبها بالملي، هقابل 4 اطفال كل طفل ب 200 جنيه، 200 في 4 ب 800 زائد المواصلات واللبس الجديد اللي هو بيشتريه. يا جماعه دي بقت غرامه، اتاوه، دي مش عيديه. العبء المادي حول بهجه العطاء انها تتحول لهم، وخلى الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يخبط على باب عارف ان جوه في عيال صغير. المتهم الثالث هو الاسمنت. زمان العيد الكبير كان بيتعاش في الشارع والبيوت كانت مفتوحة، اللحمة كانت بتتوزع بين الجيران من الايد للايد، وانت بتبقى عارف مين اللي محتاج اللحمة ومين لا. كان في دفى بيحسسك انك جزء من كيان كبير ومترابط. بص حواليك دلوقتي، يا اما هتلاقي نفسك عايش في كومباوند بسور عالي او في مدينه جديده الجار ما يعرفش جاره. لو الجار قابل جاره في الاسانسير بيعمل نفسه باصص في التليفون عشان ما يبصلوش ويبتسم ويضطر يسلم عليه. حتى جوهر العيد اللي هو الاضحيه استسهلناه، قررنا نعمل الواجب بس واحنا قاعدين في التكييف. تدخل على الابلكيشن وبالفيزا تدفع ثمن الصك، وبعد يومين يجي لك مبروك تم الذبح، وتاخد شهاده الكترونيه تحتفظ بيها. كده انت عملت الواجب الديني وربنا يتقبل طبعا، بس انت قتلت الاكشن وبقيت بتعمل داونلود للاكل. ما بقاش في دوشه وما بقاش في طفل بيفرح بدم الخروف المطبوع على الحيطه. حولنا العباده لتاسك مالي، والعيد حولناه لمنتج تاريخ صلاحيته بتنتهي بس بعد صلاه الظهر. المتهم الرابع والاخير السوشيال ميديا. احنا الجيل اللي صنع صله الرحم البلاستيك. زمان عشان تعايد على حد كنت بتلبس وبتعمل مجهود وتروح تخبط على بابه وتسلم عليه، او حتى ترفع عليه سماعه التليفون الارضي وتبذل مجهود عشان تطمن عليه وتسمع صوته. والمجهود ده هو اللي كان بيدي للعلاقات طعمها وقيمتها.
يوم الوقفه بالليل بتمسك التليفون وتحدد 300 اسم وتبعت لهم رساله منسوخه بتعايد بيها عليهم وتقول لهم كل عام وانتم بخير. لا انت قاصد الكلام ولا اللي استلمها هيرد عليك، وربنا يديم الاونطه، وهو كمان هيرزعك ستيكر جاهز. احنا بنعمل علامه صح قدام مهمه اجتماعيه عشان نعمل اللي علينا، نرضي ضميرنا. التكنولوجيا اثرت وسهلت المسافات قوي، خلتنا نكسل نسال على بعض، بنكتفي بس ان احنا ممكن نعمل لايك على صوره الصينيه بتاعت الفته. ده خلى العيد بهتان ومزيف. اقفل المحضر يا ابني، القضيه دي ملهاش متهم واحد، دي ليها اكتر من متهم. دي سلسله من التغييرات اللي طحنتنا في النص وخلتنا نستسهل كل حاجه. المحكمه النهارده مش جايه تطبطب عليك وتقول لك اكتئب وروح نام واندب حظك. المحكمه بتقول لك ان العيد مش كتالوج اجباري لازم تمشي عليه بالمسطره. لو التجمعات القديمه بتعصبك اخلق تجمعات جديده، انزل مع اصحابك اللي على نفس موجتك، كله كبده وزق من على نص الشارع، انزلوا العبوا بلاي ستيشن او خد عربيتك واطلع على مكان بتحبه، حتى يا سيدي لو لوحدك. ما تستنيش بهجه العيد تخبط على بابك، مش هتيجي. بهجه العيد في الزمن اللي احنا فيه ده بتتخطف خطف. مش لازم تعيش بقى في فخ الفرحه المثاليه وانك لازم تتصور وتنزلها ستوري. الفرحه الحقيقيه هي انك تسرق لحظه سلام وتضحك من قلبك، حتى لو على كوبايه شاي في البلكونه بتاعتك. العيد لسه عيد ومساحه الفرحه لسه موجوده، بس احنا اللي محتاجين نفرح بطريقتنا ونفصل العيد علينا احنا، على مقاسنا احنا، مش على مقاس اي حد تاني. قول لي في التعليقات ايه اكتر سؤال مستفز سمعته في التجمعات العائليه، وايه اللي قررت تعمله السنه دي عشان تفرح نفسك بطريقتك. التحقيق لسه مستمر. كل سنه وانت بتعرف تفرح، والسلام عليكم.